مش كل بيزنس محتاج يستخدم ال AI بنفس الطريقة. كان معايا عميل من قيمة أسبوع كان طالب مني إن أنا أعمل انتجريشن للواتساب عنده على السيستم، بحيث إن هو يستبدل قسم المبيعات اللي موجود عنده في الشركة. وكانت الشكوى بتاعته إن هو التأخير اللي بيتم في الرد. بعد أكتر من ميتنج مع قسم المبيعات والعميل اكتشفنا إن العميل مش محتاج خدمة عملاء بال AI، مش محتاج AI يرد على العملاء بتوعه، إنما هو محتاج يحل المشكلة اللي موجودة عنده في قسم المبيعات، واللي هي كانت كده. بما إن العميل بتاعنا بيبيع جملة، فعامة العملاء اللي بيكلموه هما بيكونوا تجار. فكرة ان التاجر يلاقي اي اي بيرد عليه، دي مش هتبقى افضل حاجة ممكنة انك انت تقدمها له كخدمة، وخصوصا ان الزبون بتاعك هنا هو زبون بيشتري منك بارقام كويسة. فانت محتاج يكون متعين عندك قسم في المبيعات، ناس بيقدروا يردوا عليه. طب كان ايه اللي بيأخر قسم المبيعات في الردود؟ اللي كان بيأخر قسم المبيعات في الردود هو وجود صور كتير جدا للمنتجات اللي موجودة عند العميل، بحيث ان العميل عشان هو مصنع فهو عنده اكتر من 600 صورة منتج. وده كان بيخلي قسم المبيعات اللي بيرد على الواتساب ما عندوش السرعة في الرد على العميل بالصور المطلوبة. فهنا كان الحل مش ان انا استبدل قسم المبيعات برد، انما الحل هنا ان انا استبدل الجزئية اللي هي خاصة بالصور بطريقة آلية، بحيث ان انا اقدر احلل المحادثه اللي بتتم على الواتساب، وابدا اساعد قسم المبيعات في صور مقترحه بناء على قاعده البيانات اللي مغذيها للسيستم بتاعي، بحيث ان هو يعرض للزبون بتاعه الصور المقترحه واللي مناسبه للبيزنس الخاص بيه. لو حابب تستخدم ال AI في شغلك، سيب لنا كلمه AI في الكومنت واحنا اكيد هنتواصل معاك.